في فيديو النهاردة بقى هنعمل ان شاء الله وصفة حلوة بالفراخ والبطاطس بس. ده نص فرخة، دي فرخة كاملة، انا خدت الصدر بتاعها بس، وهنعمل بيه ان شاء الله غدا جميل وحلو وينفعك ان شاء الله. خدوها فكرة لسفرة رمضان ان شاء الله، بمكونات سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ ان شاء الله شجعوني بلايك واشتراك وتعليق حلو منكم. ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ ها، لو اديتي ابنك طبق زي ده كده هيفرح وهيتبسط، وتغيير وشكله جميل وطعمه كمان حلو، وهيشرفك لو قدمتيه في اي سفرة او في اي عزومة. وبمكونات عادية، بس انتي هتحوليها بايدك الحلوة دي لطبق فخم ولذيذ. صلوا على النبي كتير قبل ما نبدأ، يلا. عليه افضل الصلاة والسلام. خلصي يا خالته هند بقى، ابدأي. انتي رغاية كده ليه؟ عمالة تاكلي وسايبنا. طيب، في الاول كده انا كنت بقول لكم ان انا فرمت الفراخ علشان اعقم ايدي قبل ما البس الجلافزات قبل ما اشتغل. فالحته دي انا ما صورتهاش معاكم. خلاص، جبت هنا عندي حاجه وحطيت فيها 3 معالق من زيت الذره. حابين تستخدموا سمنه ماشي، مش حابين تستخدموا سمنه استخدموا زيت خفيف واحسن. حطيت بقى بصل مبشور، دول بصلتين متوسطين مبشورين، وحطيت عليهم فلفلايه حاره وفلفلايه بارده، ونزلت عليهم بصدر الفرخه اللي انا فرمته ده. وحطيت كمان بهارات مشكلة وشطة وملح ونص معلقة سكر وربع معلقة فلفل اسود، حطيتهم عليهم. وهاخدهم بقى كلهم كده اشوحهم على النار. بعد ما شوحتهم كده هسيبهم بقى باهتين كده؟ لا طبعا، هحط لهم ايه، هحط لهم كوبايه من عصير الطماطم. طبعا كلنا في بيوتنا عصير طماطم اليومين دول. طيب، بعد ما حطيتهم كده هاخدهم بقى 10 دقايق على النار كده يستووا مع بعض ويبقوا بالشكل الجميل ده. عملت ايه تاني؟ جبت البطاطس اللي عندي، عملت فيها تجويف كده بالمعلقة، وغسلتها وخدتها حمرتها كده 3/4 تحميرة في الزيت، وجهزتها بقى علشان طيب التجويف اللي جوه ده خالته هند هترميه؟ وديتيه فين؟ مش هرميه، انا هشيله، هحط عليه مية وهشيله في التلاجة. هعمل بيه معاكم وصفة احلى من دي بكتير جدا، هتعجبكم ان شاء الله. خلاص، يبقى ده هتاخدي تحطي عليه مية لحد ايه ما تستخدميه في اي حاجة تانية. جبت الصينيه اللي هعمل فيها بقى البطاطس، وحطيت فيها برضو كوبايه من عصير الطماطم. طب انتي حطيتي عصير طماطم ليه يا خالته هند؟ علشان اكلتك ما تبقاش طعمها باهت وملهاش طعم. ما انا كنت اقدر ارص البطاطس في الصينيه كده مثلا. لا، لازم الاكل بتاعك زي ما يكون شكله حلو زي ما يكون طعمه حلو. بس صلي على النبي كتير وانتي بتشتغلي. طيب، يلا رصيتي البطاطس يا خالته هند؟ اه رصيتها خلاص. يلا هنحط بقى جواها الحشوة بتاعة الفراخ اللي احنا عملناها. عملت الحشوة دي ازاي يا خالته هند؟ فراخ مفرومة، بصل مبشور، فلفل اخضر بارد، فلفل حامي، بهارات مشكلة، نص معلقة سكر، واخدتهم كلهم على النار استووا، وحشيت بيهم البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص يا خالته هند، احنا كده فاهمين. الحمد لله، صلوا على النبي كتير بقى. هتعملي ايه تاني يا خالته هند؟ طبعا في المرحله دي انا اقدر ارش جبنه، بس طبعا عشان انا عامله اكله المفروض انها موفره، انا بعدي بيها اليوم، فمش هروح اشتري كيس جبنه ب80 جنيه. لا، هعمل ايه؟ هجيب معلقتين من الدقيق في حته زبده او شويه زيت ذره. خلاص، معلقتين صغيرين، وحطيت عليهم كوبايتين من اللبن، وعملت كده صوص ابيض خفيف زي ما انتوا شايفين كده. كوبايتين لبن بس يا خالته هند؟ اه كوبايتين لبن بس، وكوبايه واحده كمان لو انتي ما عندكيش لبن كتير. وخدت الصوص ده بقى حطيته على وش البطاطس بالشكل ده. طب ليه خلدون ده عملتي صوص ابيض؟ علشان انا مش هروح زي ما قلت لكم اشتري جبنه ب80 جنيه على اكله المفروض ان انا بعملها علشان اعدي بيها اليوم وتبقى برضو فيها توفير. خلاص. خلاص، يبقى البشاميل هيأدي الغرض. على فكرة الولاد لما كلوها كانوا فاكرين اصلا البشاميل ده جبنة موتزاريلا، ما خدوش بالهم ان ده بشاميل على فكرة. فما تدقيش، محدش هياخد باله على فكرة. يلا خلاص، حطيتي على وشها كده البشاميل. خلاص، حطيت على وشها البشاميل. هاخدها بقى غطيها بورق فويل، او لو عندك غطا على مقاس الصينية بتاعتك غطيها بيه، وحطيها على عين البوتاجاز
10 دقايق. بعد كده دخليها تحت الشوايه. ليه ما حطيتهاش في الفرن يا خالته هند؟ هقولك حرام تشغلي الفرن ساعة ولا ساعة الا ربع على حاجة اصلا كل مكوناتها مستوية. فهماني؟ فهماكي. صلوا على النبي كتير بقى. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ اعمليها بقى على عزومة في رمضان، اعمليها لولادك، وتغيير وتجديد. حد يصدق ان الاكلة دي معمولة بالمكونات البسيطة دي؟ لا، محدش يصدق. يلا اغري فيها بقى في طبق كده، وحطي اعملي جنبها شوية رز بالشعرية، اعملي جنبها شوية اي حاجة. حابة تعملي عيش بس جنبها مفيش مشكلة، اللي تحبيه انتي حسب ما انتوا بتحبوا. لو اديتي ابنك طبق زي ده هيفرح وهيتبسط وهيحس ان انتي عاملة له حاجة حلوة. صلوا على النبي كتير بقى، واشتركوا في القناة بتاعتي، وسلام عليكم يا حبايبي.